بثارة مو بزنس. اي نعم يا سعود، اكثر شيء يخرب اي علاقة دخول طرف ثالث، وهذا بالضبط اللي صار بيننا وبين هواياتنا. دخل بينهم البزنس. زمان الواحد يرسم لانه يحب الرسم، اقصى انجازاته انه أمه تعلق الرسمة على الثلاجة. الحين يرسم 3 رسومات، يفتح متجر ويسوي براند ايدنتيتي، وينزل دورة بعنوان كيف حولت شغفي الى مصدر دخل. يا حبيبي انت الحين ترسم اليد كأنها شوكة، واللي طبخ كبسة مرة وقالوا له تسلم يدك خلاص، ثاني يوم لابس مريول ومصور الشعار وكاتب في البايو شيف باي باشن، والطلبات تقفل الخميس، مع ان الطلب الوحيد اللي جاله من خالته. حتى المشي ما سلم يا سعود، يمشي يومين يسوي walking community، يعلن عن تحدي 30 يوم ويعطينا كود خصم على شراب ضاغط. يا سعود، اذا قال لك واحد اكتشفت شغفي لا تساله وش هو، وزبوكك، لان بعد اسبوع بيجيك رابط وكود خصم ورساله تقول دعمكم هو سبب استمراري. بثاره مو بزنس. لا تعتمد على اقاربك واصدقائك في البزنس يا سعود ابدا. الله يحفظك يا سعود، الله يوفقك. نعم صحيح، في منتج مسلسلات اطلبه 500 من 3 سنين. الله يحفظك يا سعود، الله يوفقك.